تخيل إنك ماسك في إيدك مفتاح، بس مش بيفتح باب، ده بيفتح عقل حضارة كاملة. حضارة سكتت لحوالي قرنين وسابت وراها رموز فضلت لغز حير العالم كله. إحنا مش جايين نحكي تاريخه بس، إحنا جايين نفك شفرة. في أرض النيل المصري القديم عمل حاجة ما حصلتش قبل كده، قرر إن صوته ما يضعش وإن فكره يفضل عايش حتى بعد ما الزمن يعدي عليه، فنقش كلامه على الحجر. الكتابة المصرية القديمة ما كانتش مجرد رسومات للتزيين ولا طلاسم سحرية زي ما ناس كتير كانت بتشوفها، دي كانت لغة كاملة بتحكي وتنسج حياة شعب كامل. الرمز اللي قدامك ممكن يكون لطير أو عين أو إنسان، بس الحقيقة إن كل رمز كان ليه صوت وليه معنى. وأشهر الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة المصرية القديمة كان الخط الهيروغليفي اللي اتحفر على جدران المعابد والمقابر عشان يعيش للأبد. وتخيلوا إنه كان عبارة عن صور حقيقية من الطبيعة ومحتاج فنان عشان ينقشه. وبعده ظهر الخط الهيراتيقي، وده نقدر نسميه خط اليد السريع اللي كتبوه على ورق البردي عشان ينجزوا بيه مصالحهم اليومية. وبعدين الخط الديموتيقي، وده كان خط الناس العادية، خط السوق والبيت والمعاملات البسيطة. يعني اللغة المصرية كانت لغة واحدة واتكتبت بأكتر من خط، اختلاف في الشكل مش في الكلام ولا في الروح، زي ما احنا النهاردة بنكتب العربي بالخطوط المختلفة، لكن الكلام في الآخر واحد. وبعدين اللغة سكتت وقرون عدت والرموز بقت صامتة والناس بصت للحروف من غير ما تسمع صوتها، لحد ما حجر واحد بس قلب القصة كلها: حجر رشيد. حجر رشيد كان عليه نفس الكلام مكتوب بثلاث خطوط مختلفة، وكأن المصري القديم كان سايب رسالة للزمن بيقول لنا فيها: لو لغتي ضاعت هتلاقوا طريق ترجعوها. وأكيد قبل الحجر ده كان في محاولات كتير لفهم اللغة دي، وكان في علماء عرب ومسلمين قربوا جدا من الحل، زي أحمد بن وحشية اللي فهم إن الرموز دي أصوات، وذنون المصري اللي ربط القبطية بالمصرية القديمة. وكلها محاولات فتحت الباب حتى لو ما كملتش الطريق للآخر، لحد ما جه شامبليون ومعاه مفتاح السر: اللغة القبطية، اللي هي أصلاً آخر مرحلة من مراحل تطور اللغة المصرية القديمة. وفي اللحظة دي الحروف نطقت والحجر اتكلم واللغة رجعت للحياة. والسؤال اللي لازم نسأله دلوقتي: هل في ناس لسه فاكرة إن المصري القديم كان بيتكلم الهيروغليفية ومش عارفين إنه بس كان شكل من أشكال الخطوط اللي اتكتبت بيه اللغة المصرية؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش المتابعة والشير، واستنوني في حكاية جديدة من قلب التاريخ مع